الكرة المغربية سابقا. السلام عليكم، أهلا وسهلا، ألف مبروك ألف مبروك، سعيد بتواجدك معنا يا كابتن. أهلا وسهلا بكابتن طارق السكتيوي. طبعا في كل بطولة يولد بطل جديد أو نجم جديد يخطف الأضواء، وهذا يعني حق مشروع، هذه هي كرة القدم. ولكن عندما يكون المدرب مثال يحتذى به للاعبيه وللعرب ولكرة القدم العربية، فيكون هو طارق السكتيوي في هذه النسخة. أهلا وسهلا بك كابتن، سعداء بوجودك معنا وألف مبروك فوز منتخب المغرب. شكرا لك، أنا الأسعد. بكل صراحة هذا الشيء اللي قلتيه فهو مهم بزاف، لأن بكل صراحة احنا في هذا المكان هذا لا كلاعبين أو كمدربين اللي خصنا نكونوا حاملين رسالة اللي كتكون أبعد من كرة القدم. كرة القدم جميلة، ربح وخسارة أو تعادل، لكن قيم مهمين وحنا خصنا تكون عندنا هذه الرسالة. فكنحمد الله وكنشكروه أن ربي توفقنا أننا نعطيو رسائل اللي مهمين للأجيال القادمة إن شاء الله الرحمن الرحيم. طبعا شاهدت المباراة، كانت مباراة أعصاب حقيقة، خصوصا مع تقدم منتخب الأردن. كنت أشعر في لحظة من اللحظات خصوصا على مستوى الشوط الثاني بأنك كنت تبحث عن الحلول في أرضية الملعب. هل بالفعل إحساسي كان صائب في أن كابتن طارق السكتيوي كان ينتظر الحلول أو يفكر في موضوع ما أو حل ما في التعامل مع المباراة؟ لا، هو في المقابلة فاش بدينا بالمقابلة احنا بدينا بها بطريقة جيدة، وكنا أفضل في الشوط الأول بكل صراحة، لكن دخلنا في الشوط الثاني بواحد الارتخاء اللي غير مفسر واللي كلفنا الكثير. كلفنا جوج ديال الأهداف، لقينا راسنا بين واحد رمشة عين مشجعين على جوج الأهداف. فهناك كان علينا أننا نديروا الاختيار، والاختيار الصائب، خصوصا أن عندنا عانينا من لابليسور ديال البركاوي، العطب ديال البركاوي، فأثر علينا باش أننا يوليو عندنا حلول أكثر من الناحية الهجومية وحنا يعني خاسرين. فالشيء اللي جعلني أنني نفكر باش نديروا الحل جيد، خصوصا أن الوقت بدا كيمشي منا، بقات واحد 20 دقيقة أو 23 دقيقة. فربي وفقنا أننا درنا واحد الاختيار صائب، أننا درنا 3 ديال المدافعين، خدينا لو ريسك ودرنا 4 ديال المهاجمين، والحمد لله ربي وفقنا أننا ضغطنا أكثر، تقنا، بقينا تايقين وجاب الله الهدف ديال التعادل ورجعنا في المقابلة. نعم. أولا مبروك يا كابتن طارق. أنا عاوز أسألك بس على أصعب فترات المباراة. أنا شفتك على الخط أول ما الأردن دخل الجول الثاني خدت شوية عشان تاخد التغييرات. هل كنت بتفكر في إيه في الفترة اللي أنت قبل ما تنزل فيها حمد الله وتاخد الريسك؟ كنت كنفكر في أنا كنعرفوا بأن المنتخب الأردني نتوما كتعرفوا القوة ديالو كتكمن في المرتدات، هو داك الشيء اللي كيبغي أن ياخذ الفريق في واحد الفتره ديال روكونفيرسيون ديال تحول من الدفاع للهجوم، وحنا خصنا نمشيو للهجوم ونفتحوا الخلف ديالنا. لأن كان حمد الله مستعد للدخول، نعم، وبعض اللاعبين الآخرين، نعم. لكن أنت قررت الانتظار. وقفت لأن كنت واش ندخل جوج اللاعبين ومن بعد ندخل الثالث على غرار المجريات، أو في دفعة واحدة أنني نغير 3، فلهذا تريت في فترة من الفترات. نعم. طبعا هناك أحد الأشخاص في الاستوديو الرئيسي لقنوات BN لمنتخبي المغرب، النهائي بين منتخب المغرب ومنتخب الأردن، سيتحدث معك مباشرة كابتن طارق. شكرا لك عبد العزيز. اولا عبد العزيز نقول للسي طارق الف مبروك، احنا ما تشرفنا بمعرفته عن قرب لكن نعرف عنه الكثير من بعيد من كل من عمل معه، وحتى لقاء ما شاء الله بدا بالبدايه مباشره بايه قرانيه ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. نقول اول شيء الف مبروك، اشادات كثيره تلقاها من اللاعبين من الاستوديو هنا، وبالتالي احنا نترك له الكلمه الان لصديق الطفوله من يعرف هذا الرجل، لمن اعطانا اسرار شخصيه واخلاق هذا الرجل. كابتن يوسف شيبو تفضل. طارق مبروك، ألف مبروك. هذا التتويج هو التتويج اللي تتويج آخر بعد سلسلة التتويجات اللي كانت في واحد الظرفية وجيزة. أول شيء كان هما تتويج بالبرونزيات مع الأولمبياد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد فرنسا، ثم تتويج بالشان في شهر 8، والآن تتويج آخر مع المنتخب في كأس العرب. تزيد الضغوطات اكثر على وليد. نتمنى ان شاء الله هذا يكون الحافز لهم،
وحافز للطاقم وللاعبين في كاس افريقيا ان شاء الله، وتكمل هذه المسيره ديال الانجازات ان شاء الله. تنبغي نبارك لك اول شيء، وتنبغي نهنيك على هذا الروح اللي خلقتي في الفريق، واي فريق تشتغل معه الا وتتحقق معه نتائج. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله، ونتمنى لك النجاح، ومبروك مره اخرى، وبارك لكل اللاعبين وكل الاطار اللي معك. شكرا جزيلا يوسف. انا بدوري كنشكركم وكنوجه لكم التحيات ديالي. وشوف فاش كيكون عندك رجال، انا تنقول انا يعني بكل صراحه محظوظ لتواجدي مع هاد اللاعبين هادو. وانا كنامن بواحد الحاجه مهمه يمكن هي شاطرني فيها الراي الكابتن الكبير ديالنا سي ابو تريكه، هو ان كره القدم يعني لو كوتي تكنيكو تاكتيك مهم بزاف، لكن كاين قيم ومبادئ دي فالور وكيدخل بهم الانسان لارض الملعب، هما اللي كيديروا الفارق في اللحظات الحرجه، هما اللي كيديروا الروح ديال المجموعه اللي هي اللي كتعطي الفارق واللي كتوصلك للالقاب. لا كاليتي تكنيك ديال اللاعب يمكن تربحك مقابله 2 3، ولكن باش توصل للالقاب كيخصك مجموعه وكيخصك لاعبين بقلب وبقيم وباخلاق كبيره. انا عايزك تقولي الدعاء اللي قلته بعد اعلانك للقائمه، قائمه اللعيبه. ما متذكرش، لاني متذكر انني قلت كنتمنى من الله نكون ما ظلمت شي احد. هذه اللي في اللاعبين اللي ما كنتش خديت، لانه حقيقه ان الفتره ديال التحضيرات كانت قصيره بزاف بالنسبه لنا مقارنه مع منتخبات اللي كانوا كيجهزوا راسهم وكان عندهم متسع من الوقت، خصوصا الخليج متسع من الوقت باش انه يجهزوا راسهم، وخاضوا الاقصائيات ديال كاس العالم، وكان عندهم مقابلات كثيره ويبنيوا راسهم من الناحيه الهجوميه من الناحيه الدفاعيه. حنا لا، حنا درنا جوج ديال الاستعدادات في شهر 10 وفي شهر 11، ومن بعد دخلنا مباشره لهذا باش نديروا مقابلات من هذا الحجم. لكن مره واحده اخرى الرجال كانوا من اول يوم صعبوا عليا المأموريه في الاختيارات، فاش درت القائمه قلت انني كنتمنى من الله ما نكونش ظلمت شي واحد من الاخوان ديالهم اللي ما جاوش معنا. انا شفت 3 طارق السكتيوي نعم كمدرب في الاولمبياد حاجه، في الشان حاجه، في كاس العرب حاجه، اساليب مختلفه، مرونه تكتيكيه. ايهما افضل ليك كاسلوب كره من ال3 حاجات اللي انا قلتهم في الاولمبياد، في الشان، في كاس العرب؟ والله كل حقبه وعندها الرجالات ديالها، وكل حقبه وعندها الطريقه ديال التعامل ديالها. احنا في الشان كانوا لاعبين اللي كانت الامكانيات من الناحيه الهجوميه كبيره بزاف، وفي نفس الوقت كانوا اللاعبين متوفرين، يعني ما كانش الحمد لله هذا الشيء اللي عشنا فيه في هذه المنافسه هذه. في الشان مقابلات كتعرف انت وانت ادرى بان في افريقيا مختلفه تماما، النهج مختلف، طريقه اللعب مع الخصوم مختلفه. كان عندنا كذلك الطريقه اننا التاقلم، ولا في كره القدم واحد النقطه مهمه بالنسبه للمدرب او اللاعبين. وفي هذه المنافسه هذه لاعبين بمؤهلات كبيره، لكن كان عندنا كيفاش نتعاملوا مع الاعصاب، من كذلك كيفاش نتعاملوا مع اللاعبين اللي جاوا منهوكين بدنيا وجاوا من سفريات بعيده بحكم المشاركه ديالهم في الشامبيونز ليغ وفي كاس الكونفدراليه الافريقيه. مبروك، شكرا لكم، استمتعنا بك يا كابتن طارق. تعال زرزوف، انا اللي سعيد، انا اللي سعيد بكم. لا سؤال اخير. نعم. نرحب بهذا النجم الذي قدم الكثير، زحزوح، احد ابرز الاسماء التي شاركت مع منتخب مصر. اهلا وسهلا بك، مبروك الانتصار، مبروك الفوز. سؤال حول عملية التعامل مع حمد الله، هو السؤال الأخير. يدخل كبديل يشكل فارق دائم. عبد الرزاق ما محتاجش أننا نتحدث عليه، عبد الرزاق نجم، عبد الرزاق مشرف كرة القدم المغربية سنوات وسنوات، لاعب محترف، لاعب بعقلية رباحة، لاعب اللي كنت سعيد أنني نتصل به وسعيد انني نجيبه، كنت عارف بانه غادي يعطينا اضافه كبيره وكبين عليها، ما محتاجش انني نهضر على حمد الله لاعب كبير ومفخره لكره القدم الوطنيه. طبعا اشكر مدرب المنتخب المغربي والذي فاز بهذه النسخه من كاس العرب سيد طارق السكتيوي، شكرا جزيلا لك وسعداء بوجودك معنا والف مبروك. انا الاسعد، متشرف بكم. شكرا جزيلا. بوتريكا يشيد باخلاق السكتيوي وهدوءه. سر تتويج المغرب بكأس العرب
أعرب النجم المصري محمد أبو تريكة عن إعجابه الكبير بأخلاق المدرب المغربي طارق السكتيوي والطريقة الهادئة والذكية التي يسير بها مبارياته، مؤكداً أن هذا الهدوء كان عاملاً حاسماً في تتويج المنتخب المغربي بكأس العرب. أبو تريكة شدد على أن السكتيوي لا يعتمد فقط على الجانب التكتيكي، بل ينجح في نقل الثقة والطمأنينة للاعبين، وهو ما ظهر جلياً في اللحظات الصعبة خلال البطولة. هدوء على الخط، قرارات محسوبة، واحترام للمنافس. مدرسة تدريبية قادت المغرب